في قطر بقيادة أمير قطر الشيخ تميم بيفاجئوا رئيس الفيفا وبيطالبوا بإعادة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم بعد اعتراف حكم المباراة المكسيكي راموس بظلم المنتخب المغربي في اللقاء. بس بما انه وصل لك الفيديو وصلت لحد هنا، انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ندخل بقى على 90,000 مشترك في أسرع وقت. بعد اعتراف جميع المحللين والنقاد في العالم عبر كل المواقع والصفحات بأحقية المنتخب المغربي لركلتي جزاء أمام المنتخب الفرنسي والتحيز الواضح للحكم المكسيكي طوال المباراة، المسؤولين في قطر في الوقت الحالي بيناقشوا رئيس الفيفا وبيعرضوا عليه كل الأخطاء التحكيمية للحكم المكسيكي ضد المنتخب المغربي، وأنه تحيز بشكل غير مقبول تماما للجانب الفرنسي. رئيس الفيفا حاليا مضغوط بشكل رهيب جدا. الجامعة الملكية المغربية من جهة تقدمت باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة، والجهة الأخرى الإعلام الأسباني والإيطالي فضحوا الحكم ووصفوه بالمرتشي وإن هو من حدد نتيجة المباراة وليس اللاعبين. والمسؤولين في قطر بعد غضب الإعلام في الوطن العربي بالكامل واعترافهم بظلم المنتخب المغربي في هذه المباراة قرروا كمان يتدخلوا ويناقشوا رئيس الفيفا. كل شيء حاليا أمام إنفانتينو بيدل أن الحكم المكسيكي كان مأجورا وفاسدا ومتحيزا للمنتخب الفرنسي بسبب حضور رئيس فرنسا ماكرون قولا واحدا. مش عايزين ننسى كمان ان حكم المباراة من كمية اللامبالاة اللي عنده لم يستعن بتقنية الفيديو ولا مرة خلال اللقاء في نصف نهائي كأس العالم، وكأن الفار لا يعمل من الأساس، ودي كارثة أخرى برضو بتدل أن الحكم كان ماشي براسه في اللقاء. ولازم نحط في اعتبارنا كمان أن ممكن يكون الحكم دوت واخد تعليمات، أصل مستحيل يكون حكم أمام رئيس الفيفا ويغلط الأغلاط ديت، ممكن يتوقف نهائيا. اللي احنا حاليا بنطلب منه إعادة المباراة، ممكن يكون هو أساسا اللي عين هذا الحكم لإدارة المباراة خوفا من الرئيس الفرنسي ماكرون ومتفقين مع بعض. حسبي الله ونعم الوكيل في أي ظالم ومن عين هذا الحكم لإدارة المباراة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس.